مش عارفه ابدا خيبتي منين، من الحاجات الهدوم اللي جبتها بفلوس العيد ولا من الحاجات اللي جبتها لوشي ولبشرتي بفلوس العيد. فانا مش عارفه ابدا خيبتي منين، فيلا نشوف انا هبدا خيبتي منين. فيديو جديد في قناه سماسيمو. باين الصرف والبعزقه. نشتري برفانات، نشتري كريمات، نشتري حاجات كتير قوي بفلوس العيد. طب يا جماعه انا مش ده بس الحاجات اللي انا اشتريتها، ومش دي بس الحاجات اللي انا صرفتها. طبعا ما تصدقوش عليا كده. امال اشتريتي ايه تاني؟ اشتريت بلوستين، بس اوعدكم والله ان هم مش زي بتوع العيد، عشان انا عارفه الناس هتقعد تقول لي طب ولبس العيد اللي انت جبتيه ده كله؟ لا دول مش زيه. انا هنا كده بص على الحاجه، بس هنا كده بص لكم. متحمسه قوي اوريكم الحاجات اللي انا جبتها وتقولوا لي رايكم، عشان بصراحه انا بحب اصرف وبعزق جامد قوي، وجايبه حاجات بقى من الصيدليه تاني عايزه اوريها لكم بصراحه. بس في حاجات هنا ما جربتهاش، في حاجات جربتها، فالحاجات اللي ما جربتهاش تقولوا لي رايكم فيها، ولما انا اجربها هطلع اقول لكم بقى رايي عنها. والحاجات اللي انا جربتها هقول لكم بقى ان هي 100 واكيد انا مكررها تاني يعني. هقول لكم دلوقتي. طبعا تحبوا تبداوا بايه؟ بالشميزات ولا بالبرفانات بقى والكريمات والمخمريات والكريمات تاني؟ طبعا الكريم ده باين قوي ان انتوا كلكم عارفينه، هقول لكم هو ايه دلوقتي. وحاجات من شي جلام. فايه تبداوا بايه بقى؟ نفكر 3 ثواني. خلاص انا فكرت لكم. هي فيديوهاتي لازم انا اللي افكر واقرر. اتفضلي حطي لايك ويلا بينا عشان اقول لك. من الواضح احنا هنبدا بايه؟ هنبدا بكريم مود ده. بصوا يا جماعه انا الكريم ده شفت منه الوان كتير قوي، فانا اصلا ما كنتش جبته ولا مره. لما دورت يعني كده طلع ان الالوان كل لون بريحه. المهم يعني هو بصوا بيتفتح من تحت. طبعا انا فتحتها عشان انا ما قدرتش استنى الفيديو. وبصوا ريحته تحفه، يعني ده اصلا ريحته حلوه قوي. بصوا القوام بتاعه كده، هو مش باين عندكم بس انا ممكن اوريه لكم. ناعم قوي قوي وريحته خطيره قوي. المهم ان الريفيوهات اللي شفتوا عنها يعني ان هو بيرطب وبيدي ريحه حلو. هو بيستخدم يعني كمخمريه للجسم وكمرطب، لكن الترطيب مش العميق قوي. يعني مثلا مش تجيبي لي ده زي مثلا شان بتاع الجسم اللي هو المرطب بتاع الجسم، او تجيبي لي بتاع فازلين مثلا. لا ده حلو كمخمريه 2 3 ساعات، ريحته بعد كده بتروح. ده اللي انا شفته عنه بعد ما جبته، ويا ريتني ما شفت كده عشان حاسه انا صرفت فلوسي على الارض. هتعرفوا منين بقى انا صرفت فلوسي على الارض؟ لما تعرفوا ان انا بشرتي دهنيه وجبت ده للبشره الجافه والبشره العاديه. بس انا شفت عنه ان هو حلو جدا ويعني مناسب وسعره لذيذ. بص بقى عشان اتلخبط، استنى. بالهيلورونيك اسيد، بحمض الهيلورونيك اسيد. فحاسه ان انا عايزه اجربه قوي، بس حاسه ان هو مش هيعمل معايا مفعول عشان خاطر انا بشرتي دهنيه وهو للبشره الجافه والبشره العاديه، فمقلقه شويه. طيب نركن ده هنا. بعد كده ده كل الناس عارفاه. ده يا جماعه لا غنى عنه. اي حد ايديها خشنه، رجليها خشنه، كعب رجليها ناشف ومشقق، الحتتين اللي هم في جنب الرجل دول سود كده من كتر قله الترطيب. الجليسوليد ده مهم قوي. طيب طبعا اللي جاب جليسوليد قبل كده عارف ان هو مش بيتفتح بسهوله، فانا مش هشرحه في الفيديو ده. فده مهم قوي تجيبوا منه، لازم يكون عندك. انا مش عارفه هو مقاطعه ولا لا. طيب دول بقى برفانات ايفون اللي انا بعشقها بجد. دي برسيف، ودي بيرلس عشان بنسى اسمها. تعالوا بقى اوريكم شكل الازازه. بجد يا جماعه ريحته خطيره وحاجات ايفون دي بجد ثابته. يعني انا بحبها الصراحه، وهي مش رخيصه بصراحه. البرفانات عندهم مش رخيصه خالص يا جماعه، مش رخيصه خالص. استنوا بقى عشان هي مش هتطلع من هنا، نطلعها احنا بقى من الناحيه الثانيه. بص السكر. الازازه دي كام ملي؟ انا مش 75 ملي. دي 75 ملي. بصوا جنب وشي عامله ازاي. دي اول واحده انا بحب ريحتها الصراحه. ودي برسيف. اكيد كلكم طبعا عارفين برسيف دي او سمعتوا عنها. فتعالوا اوريها لكم عشان الفيديو هيفصل دلوقتي. استنوا يا رب ما يفصلش. لو فصل اوريها لكم. بصوا شكلها، شكل الازازه تحفه قوي. الفيديو فصل وانا بوريكم برسيف. دي 50 ملي بس، انما الثانيه كانت 75 ملي. طيب دول بقى غاليين، دول اغلى حاجه بصراحه. برفانات ايفون اغلى حاجه من اي حاجه بما يرضى. المهم ان دول مش الحاجات الوحيده اللي انا جبتها، البرفانات الوحيده اللي انا جبتها وجربتها من عندهم. لا جبت حاجات تاني بس هوريها لكم بقى في الفيديو بتاع لو عايزين نجيب برفانات نجيب ايه ونجيب منين. الفيديو ده مهم قوي. وبرده الفيديو الجاي هيبقى عن الميك اب. فبصوا ده الفيديو الجاي ده بقى ما ينفعش تفوتوه.
من اول الفرش الصغيره لحد اكبر حاجه في الميك اب خالص هوريها لكم. دي بقى بتاعه شي جلام، يعني اسمه ايه ده مش عارفه، حاسه ان انا هخلص. كنت هقول حاجه مهمه قوي، بس فكروا معايا. طيب فكروني، كنت عايزه اقول حاجه مهمه قوي. دي اللوز باودر بتاعت شي جلام، لما افتكر بقول لكم. المهم ان دي المفروض مكتوب عليها ان هي بتفضل 24 ساعه، اللي هي بتطفي اللمعه بتاعت الوش، بتخلي الوش كده يعني ما فيهوش اللي هو عارفين انتوا اللي هو زبده سايحه في الصيف دي، مش بتبقى موجوده. عايزه افتحها واوريها لكم. دي الدرجه 3 فعايزه اوريها لكم بقى من جوه عامله ازاي. بصوا العلبه بتاعتها شكلها، ده الظهر، ده الوش. بصوا ريحتها بقى يا جماعه، دي ريحتها تحفه. بصوا كده في اللي هو الخرام هنا، انا مش عارفه هي واضحه ولا لا، اللي هي بتطلع منها. بعد كده بقى بشيل الورقه دي كده اشيل الورقه دي، وبعد كده نبدا بقى نحط. عارفين انتوا الفيديوهات اللي هي بتاعت الكوريين دي اللي هم بيقعدوا يعملوا كده؟ فبقى نفسي اعمل كده، بس مش عارفه ده عته منهم تقريبا. المهم دي الحاجات اللي انا جبتها ايه لوشي بقى والجسمي والحاجات الحلوه دي. ناقص 2 شميز. حلوه 2 شميز دي، عايزه اوريهم لكم قبل ما الفيديو ما يقفل، عشان خاطر الموبايل هيفصل والكاميرا هتفصل وكل حاجه هتفصل. المهم بقى يا جماعه، انتوا لو ما عملتوش لايك المره دي، الفيديو بتاع المره الجايه ده هيفوتكم قوي. وخصوصا انا كمان جبت حاجات في الجهاز بقى عايزه اوريها لكم واخد رايكم فيها. تعالوا بقى نشوف الشميزات. يا رب الفيديو ما يفصلش مننا. طن حاسه ان انتوا ممكن تتخضوا شويه، بس تحفه في اللبس. جبت ده والاسود منه، بس مش لاقيه الاسود، انا مش عارفه حطيته فين. ممكن ابقى احط لكم صورته. بصوا ده كده في من الجنب حركه صايعه، انا بحب الحركات الصايعه. جبت ده وجبت ده ساده الازرقيكو. بس طبعا الشميزات الساده دي مهمه قوي، عشان خاطر بنلبسها على مليون حاجه، وحتى لو في الخرز ده برضو حبيته. فبس كده الفيديو بتاع النهارده، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب عشان بكره نقول فيديو جديد في قناه سما سيمو. وبس كده، باي.